وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير. الله يحفظك. والله كنت عايزه اسال حضرتك عن سؤال انا سمعته في قناه الجزيره وبعض القنوات، يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلموا على انه عايزين يفصلوا بين نبوته وبشري، يعني افعاله كبشر والنبوه. فقالوا يعني في صفات زي الالوان والحاجات دي خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام لاختياره حالته الخاصه، يعني ما ينفعش ان احنا نتصل بيها. وبعدين رجع تاني قال يعني في الاقوال والافعال زي الصلاه مثلا هي اللي نتصل بيها، صلوا كما رايتموني اصلي. وبرضه في قالوا برضه ما ينفعش في احاديث اتقالت في زمن الرسول لا تصلح في زماننا هذا. فمش عارفه، انا عايزه اعرف الحاجه زي ايه. قال برضه صلوا في نعالكم، فقال ما ينفعش ان احنا نصلي في النعال في هذه الايام. فكتر التساؤلات عن الموضوع ده، فعايزه حضرتك توضح هل يجوز لنا ان احنا فعلا نفصل حياه الرسول عليه الصلاه والسلام بين بشريته كبشر وكنبوته، والا يعني الموضوع ده ما ظهرش قبل كده ليه؟ والسؤال اللي كنت عايزه اساله حضرتك، يعني هو في فعلا احاديث للرسول عليه الصلاه والسلام قالها في زمانه ما تصلحش مع زماننا، ولا مش عارفه ليه هم بيقولوا الحاجات دي؟ وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. هو ده الكلام ده يعني صحيح، لكن فيه لبس، لأن احنا عندنا العلماء يقولون إن في سنة عبادة وفي سنة عادة. أما العبادات فكلها نمتثلها لا شك فيها، لكن ما يتعلق بعادته صلى الله عليه وسلم في نفسه، فطائفة من أهل العلم يقولون لا يتأسى به فيها. وطبعا لا يتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها على جهة العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن لو تقرب المرء إلى الله عز وجل بسنة عادة بقصد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور. ويضربون لذلك مثلا في قصة تأبير النخل والكلام ده التي رواها مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يؤبرون النخل فقال ما أظن هذا يغني، فتركوه فخرج شيصا، يعني البلح يعني لم يعني ينمو. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فكل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة العادات التي لم يطلب من المسلمين فعلها بلفظة افعل، فيقولون أن العبد مخير فيها. ولكن بكل أسف يجعلون في هذا القسم أشياء من العبادات. يعني مثلا بعض الناس يقول أن العادة الأكل باليمين والشمال دي عادة، إذا إنسان حب يأكل بشماله يأكل، حب يأكل بيمينه يأكل. نقول لا، لأن لا يصلح أن يدخل هذا في باب العادات، لأن هناك نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، كان يمشي بسرعة. أهدي العلماء بيجعلوها سنة عادة، يعني ليس بالضرورة أن يمشي الإنسان كأنما يتحدر من صبب، خلاص، إنما يمشي على هينته. لكنه إذا أراد أن يمشي كأنما يتحدر من صبب من باب أن يتقرب إلى النبي صلى الله أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه مأجور. كذلك ترك أكل الضب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع أمامه ضب فعافته نفسه وقال ليس بأرض قومي، أي أنا لم أتعود على أن أكله، وكان يرى أصحابه يأكلونه فلم يقل لهم شيئا. فده مثلا داخل في سنة العادة. إذن عندنا سنة عادة وسنة عبادة، لكن أخطر ما في الموضوع أن يأتي إنسان بسنة العبادة يجعلها من سنة العادة. يعني مثلا اللحية بعض هؤلاء يقولون هي سنة عادة. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 أحاديث كلها داخلة في باب الأمر، اللي هو افعل، أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية وخالفوا المجوس، وفي أرخوا اللحى، وفي وفروا اللحى، 3 ألفاظ صحيحة، وفي لفظ أتى بسند ضعيف وهو أرجو اللحى من الإرجاء وهو الترك، كما قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أي متروكون لأمر الله عز وجل. لكن عندنا 3 ألفاظ كلها ألفاظ صحيحة،
فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المجوس في رواية، خالفوا اليهود والنصارى في رواية، ويأتي الحديث بلفظ افعل ثم يقال هذه سنة عادة؟ هذا كلام غير مستقيم. ليس هناك إشكال في تقعيد القاعدة، يقال سنة عادة سنة عبادة، لكن الإشكال في ضرب المثال، يأتي بشيء من سنن العبادات فيجعلها من إيه؟ من سنن العادات. فهو التقسيم من جهة تقسيمه نعم في أشياء النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من أحد أن يتأسى به فيها، فدي العلماء يجعلونها من سنن العادات. وطبعا المسألة لها بسط طويل، وأعتقد أن في هذا كفاية. نعم.